مساء الخير والعافية والجمال على أجمل متابعين. هلا وحبايبي، شلونكم؟ كل عام وانتم بخير وصحة وعافية وسلامة وستر وراحة بال، آمين يا رب العالمين. هاي جيتكم بجولة داخل المول. ما نزلت صدق بيها بنات، والله التهيت. وتعرفون بعد مشاغل الحياة، يعني مو بس أنا، شي أكيد كلها هيك. هاي البنات لبس الملابس المالات العيد واخذناهن للمول حتى على مود يلعبون. ما يملن والله بنات من الألعاب. أكثر شي عالطورة كل ما هاي قالت خل نروح للألعاب، خل نروح للألعاب، حتى لو راجعين اليوم من الألعاب نقول خل نروح للألعاب. هنا بدلناهم واخذناهم المول المنصور. كانت الأجواء كلش حلوة وناس ازدحام كلش بنات. وهنا أنا هاي صورت لكم ملابس العيد. هاي ملابس نور، وهاي ملابس عالطورة، شفتوهن انتم بالفيديو السابق مشتريات العيد. وهنا اجيني ما صورت لكم هواي لان بنات والله كانت كلش ازدحام وما اقدر اطلع الناس. فهنا شنو اخذناه للالعاب. الالعاب ما قلتكم يعني اشوف ان يعني غاليات ومبالغ بيهن. يعني هسه هاي اللعبة، كل لعبة كل نفر حتى لو صغير يصعد ب5. فكل لعبة ب5، وانت حسبي حسابك من الدخلين. الطفل ما يكتفي بلعبة واحدة، يعني يريد عدة لعبات. فهنا صعدناهم كم لعبة صعدنا بيها والنوبة من لعبة للعبة ياها التريتة ناخذها. صعدناهم. أول ما صعدناهم هو العيد بنات المن للجهال وانا الكبار. هو شي أكيد يعني الجهل هو هم الضوج، يعني فترة طويلة تبقى بالبيت. وهسه هاي جايتهم هم امتحانات خطية الجهال، فشي أكيد رايد لهم فرحة شوية. وقلت لكم بنات احنا كنا بوقتنا ماكو هيج ألعاب. يعني أنا بالنسبة لي أتذكر ما صعد بهيج ألعاب. كانت موجودة ألعاب هذن القديمات، يعني مو هيج ألعاب هسه متطورين. وهاي الألعاب كلش حلوة، يعني حتى انت ببطلك تصعدين بيها. وصورت لكم ذيك بنات اللعبة. شفتن البنات كانن رقصن عندنا الصغار، ولد وبنات رقصن، خليهم أغنية ورقصن. وحبيت أصورهن إنكم وأشوفكم وياهن. فقلت لكم بنات هسه الألعاب كلش حلوات، يعني أشكال اللعبات. وهنا بعد ما كملنا جبتهم المن للحضانة. إذا وحدة رايحة للمول مكتوب عليه الحضانة، هاي ما تخلين الطفل وترحين تسوقين أو مثل ترحين مثل شوف شنو عندك. فتعوفين هنا بالحضانة، ولما ترحين تكملين شغلك وترجعين النوم تاخذينها ويسلمونه إليك الطفل. هنا أنا ما عندي صدف بيها، يعني مشتريات من السوق وصدف بيها، فبقيت قاعدة وياهم. بس الباقي الأطفال لا، أهلهم يجون يخلونهم وما ينطون الطفل هم إلا الأم أو الأب والاسم يعني يسجلونه. فهاي كلش حلوة. يعني الأم إذا تريد تروح ما تريد تاخذ أطفالها وياها تروح تشتري. بس بينات أنا والله أحس إن الملابس المول مو حلوات. ما أدري يعني ايش قد افترى ايش قد يعني شفت ملابس المول مو حلوات. ما أدري ليش ملابس السوق الشعبية أو السوق الهيج العادي ملابسه تجي أحلى. ما أعرف ليش. فهنا بنات صعدناهم بهاي ثاني لعبة. القطار، وهم كانت فرحانين. قلت لكم بنات هي فرحة كلش إلهم. هاي بعد ما طلعنا من الحضانة. فحلوة سالفة الحضانة كلش حلوة، يعني إذا واحد يريد مثل يشتري له شي أو هاي وما يريد ياخذ أطفال وياه. هنا صعدناهم قلت لكم بنات بهاي اللعبة. وراح هم يعني لما تخلصيه بسرعة، يعني ما تاخذ وقت هواية. ويقولون يعني هي هاي الوقت اللي خلص فيه اللعب. بعد ما هاي كملنا، يعني صعدناهم هم بلعبة. وبعدها هاي واحنا طالعين برا. صدقي قلنا خلنا نطلع برا، لأن الجو نحسه برا يعني أبرد وأحلى
هنا من كثر الازدحام صايرة يعني هاي بس قسم الألعاب شوية مو كلش يعني تحسينها، بس الجو لا والله بنات كلش ازدحام. فهنا طلعنا هاي برا وكانت الأجواء تجنن والجو كلش حلو. وهاي ملابس مال ابني همي ملابس العيد راوتكم اياها. وهي هاي بنات قولولنا انتم وين رحتوا بالعيد، طلعتوا لا شنو مشروعكم، يعني هم تطلعون لو تقولون ازدحام؟ شي اكيد ازدحام بنات، لان هاي وقت عيد والناس كلها تطلع، فتصير ازدحامات كلش هواية على المولات على الألعاب. بس هي هاي الناس يعني هي تطلع بس بالعيد وهيجي هاي الأيام مال الفرحة، وهي هسه جاي امتحانات.